السلام عليكم ورحمة الله. أحبابنا الكرام، إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة كويسة قوي بإذن الله. هي بداية المشروع أو بداية نجاح المشروع الحمام اللي هو الزغلول. الزغلول ده هو الطوبة الأساسية اللي أنت بتبني عليها مشروعك في تربية الحمام، اللي هو الزغلول. الزغلول ده من هو عمر 5 أيام أو عمر 6 أيام بالكتير لازم تبص على الزغلول وتشوفه، تشوف هل الزغلول ده بسم الله ما شاء الله كويس، بينمو نمو كويس، حجمه حلو. الاهالي بتاكله، يعني بص الحصله بتاعته اهو. الاهالي ماكلاه بسم الله ما شاء الله. ده عدى مرحله اللبه وبدا ان هم يدوا له اكل نص هضم، وفي بعض الحبوب الرفيعه زي الذره الرفيعه والحاجات دي موجوده في الحصله بتاعته. يبقى انت اول حاجه بدايه مشروعك ان انت لازم تجيب سلاله كويسه، تهتم بيه الزغلول من هو العمر ده، ياخد الفيتامينات بتاعته بسم الله ما شاء الله. هتعرفه طيب كويس ليه؟ تبص تلاقي الزغلول من ورا من ظهره، بص تحس ان هو مدور. الزغلول مدور، ما تلاقوهوش اشفان وناشف من هنا كده ومخشب وعظم ظهره باين. بص الزغلول مكسي خالص اهو. تبص فيه تبص تلاقي بسم الله ما شاء الله بعد ما فتح عينيه باينه، وشه باين، الريش الزغب اللي هو الاصفر بتاعه كسيه. الزغب الاصفر ده معناه ان الزغلول ده ان شاء الله بنسبه كبيره تربيته كويسه وصحته كويسه وبيتغذى كويس واكله كويس، زي العيل الصغير بالظبط. العيل الصغير لو انت ربيته من الاول وبدا ان هو يتغذى تغذيه صح وياكل اكل صحي، هتبص تلاقي ان شاء الله مناعته كويسه وهتلاقيه طفل كويس. لو العيل من الاول تربيته مش قد كده وبياكلش اكل مغذي وصحته تعبانه، هتبص تلاقي العيل معاك اي مرض ياثر فيه واي حاجه تبان فيه. يبقى بدايه المشروع اول حاجه في اختيار السلاله، الاب والام يكونوا باكلوا زغاليل، لان الزغلول ده لو مش بياكل كويس هتبص تلاقي حصلته ديت مش مليانه ومش مش مغذيينه التغذيه الصح. تبص تلاقي الزغلول نحيف، وهتبص تلاقيه ما فيهوش الصحه الكافيه ان هو ان شاء الله يبقى فرد حمام كويس. يبقى انا بعتني بمشروعي من الاول من العمر ده. بصوا بقى يا جماعه، اي فرد يطلع عندك يجي له جدري ما تربهوش، اي فرد يتعب يجي له برد يجي له اي مرض ما تربهوش، اي فرد تحس ان هو ضعيف عن سلالته الاصليه. يعني انت لو بتربي، انا بربي لحم، الزغلول ده زغلول كينج اهو، ده زغلول كينج. انا عارف في الحجم ده او في العمر ده بيبقى حجمه هو الحجم ده بالظبط. لو الحجم اقل من كده يبقى الزغلول ده فيه مشكله، ما ينفعش اربيه. لان انت المشكله هتحلها دلوقتي، لما يكبر شويه اذبحه او اتصرف فيه فمش فارق معاك. لو ربيته هيقعد معاك من 5 ل6 شهور اكل وتربيه ومصاريف، وتيجي بعدها انت تستنى ان هو يبقى فرد كويس، هتبص تلاقي فيه مشاكل بعد كده هتقابلك. يبقى احنا بنكرر تاني، فرد الزغلول اللي جاله اي مرض في صغره ما تربيهوش، ما يبقاش من السلاله بتاعتك، اذبحه او بيعه على عيبه. يعني عرف الناس ان ده فيه مشكله وبيعه على عيبه. لو بتربي حمام للطيران، حمام يعني انواع، لازم تكون مواصفاتهم الاول باينه وانت عارفه وعارف مواصفاته. يعني خلاصه الموضوع ان ديت اللبنه الاولانيه اللي انت بتربي عليها وبتعمل بيها، بتبدا بيها مشروع. من الحاجات برضو الاساسيه في تربيه الحمام اللي هي يعني ايه الف ب حمام، ان انا اكون موفر للزغلول ده البيئه والمكان المناسب. ما يكونش مثلا المكان بتاعه لازم المكان يتغير بعد اسبوع. يعني انا الزغلول ده شلته اهوت لسه مظبط مكانه وكانس مكانه، والنظافه عامل اساسي في موضوع الحمام. الزغلول في العمر ده هو بدايه الامراض اللي بتجيله، ممكن يجيله جدري، بعد كده بشويه ممكن تجيله اي مشكله، فانت لازم الزغلول ده يبقى نضيف. بص الزغلول قدامك عامل ازاي اهو، بص مكان الزرق بتاعه لا اسهال، بص كده، بص معايا في الكاميرا بسم الله ما شاء الله اهو، ولا اسهال اهو، ولا اي حاجه، ولا ملحوس نفسه بحاجه، ولا عينيه مدغرشه، ولا الحمام مثلا عامل عليه حمام. ليه؟ المكان نظيف. طول ما المكان نظيف هيديك زغلول نظيف ما فيهوش اي مشكله. ده عمر تقريبا من 5 ايام ل6 ايام تقريبا، يعني ممكن يزيد يوم ولا حاجه. لسه فرد الزغلول باين معايا اهو. يبقى انت اول حاجه الفرد الحمام تهتم بنظافته من العمر ده. هتقول لي اهتم بالنظافه من العمر ده؟ ما تسيبش العش لحد الفرد الزغلول ما يكبر وبعد كده تشيل العش، لا، على الاقل كل اسبوع او 10 ايام تشيل العش وتغير له عش جديد بشويه قش. اللي ما عندوش قش ممكن نشاره خشب، اي حاجه. الجماعه اللي بتفرش حصى تغير الحصى ده. المهم اللي انا عايز يعني اعرفه لك لازم يكون المكان نظيف، لان هو هيبدا يدبس اهو، هيبدا يدبس يعني يطلع له الريش، الدبابيس اللي هي ان شاء الله هتطلع وتطلع الريش الاساسي بتاع الحمام.
ماشي كده يا جماعه. يبقى انت لو عايز تكون مربي ناجح لازم تهتم بالزغلول في العمر ده، ولازم يكون الزغلول بصحه كويسه. من الحاجات تالت حاجه برضو في الزغاليل ان انت بتطلع فرد كويس، ان انت تهتم بشويه بالفيتامينات والاملاح والكالسيوم. تهتم بالفيتامينات والاملاح والكالسيوم. الزغلول لو الاهالي خدت كالسيوم ان شاء الله هتبقى كويسه، وهتبقى كويسه وهتطلع لك زغلول كويس. لو عجبكم الفيديو ادعوا لنا دعوه كويسه. اخوكم طاهر ابو سلمى، والسلام عليكم ورحمه الله.